الموبايل ده هو ريلمي سي 67، واحد من اجدد واجمل واشيك الموبايلات اللي انت ممكن تشتريها دلوقتي في بدايه 2024. الموبايل ده سعره عالميا في حدود $170، وعندنا هنا في مصر سعره ما بين 8 او 9000 جنيه. طبعا الاسعار مش مستقره في الفتره الاخيره بسبب الازمه الاخيره اللي بتعيشها مصر دلوقتي بسبب ازمه الدولار وغيره. المهم نقطه السعر ديت هنرجع لها تاني في نهايه الفيديو وانا بقول لك رايي تشتري الجهاز دوت ولا لا. ولكن بعيد عن كده بصراحه كعاده موبايلات ريلمي سي 67 واحد من الموبايلات المميزه جدا اللي خدت معاها تجربه تعتبر ممتازه جدا في الكاميرات، في الشاشه، في الاداء، وفي حاجات تانية كتير. المهم بقى عشان ما اطولش عليكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول، وهنتكلم اول حاجه هنا عن حاجه من اللي بيلمع فيها اول موبايل، وهو التصميم الفخم جدا اللي بقدمه الريلمي سي 67. تصميمات موبايلات ريلمي بصراحه في الفتره الاخيره بتشعب الفخامه على كل فئاتها السعريه، وطبعا الريلمي سي 67 بيعبر بشكل كبير عن الموضوع ده. الموبايل جاي بظهر وفريم من البلاستيك، ولكن خامات التصنيع بتاعته تعتبر حاجه ممتازه جدا. النسخه اللي معايا ديت بتيجي بلون بمزيج ما بين الاخضر والاصفر كده، وبيعمل انعكاسات لطيفه جدا مع الضوء. وكمان ظهر الموبايل هنا عليه خربشه كده بتكمل الشكل الجميل للتصميم. الكاميرات بتيجي في اعلى ظهر الموبايل من ناحيه الشمال مع بروز واضح نسبيا، وبيجي تحتها مربع كده او فريم خاص بالكاميرات مكتوب عليه 108 ميجا بكسل، بيميز التصميم بتاع الكاميرا بصراحه. الفريم بتاع الموبايل هنا زيه زي كل فريمات الموبايل المنتشره في الفتره الاخيره، بيجي بالفريم الحاد المسطح ده. من اسفل عندك فتحه 3.5 مللي، بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق التايب سي، بالاضافه كمان للسماعات الخارجيه. اما من قدام بقى الموبايل جاي بشاشه كامله، الحواف الجانبيه بتاعتها تعتبر معقوله جدا، والحافه السفليه بتاعتها ما تعتبرش اصغر حاجه، ولكن برضه تعتبر معقوله جدا. الوزن بتاع الموبايل في حدود 180 جرام ولا حاجه، والماسكه بتاعته مريحه، لان الوزن بصراحه انا حسيته متوزع بشكل كويس جدا على الموبايل، فالماسكه بتاعته الموبايل تعتبر مريحه ومش هتشتكي منها ابدا. كمان البصمه بتاعته موجوده هنا على زرار الباور زي ما انتم شايفين كده، شغاله بشكل كويس جدا كعاده كل البصمات اللي بتنزل على زرار الباور. بعيد بقى عن التصميم اللي انا شايفه من وجهه نظري بيشعب الفخامه بصراحه، ولكن دي نقطه ممكن نتفق او نختلف عليها، هي اذواق في الاخر. ايه اخبار المواصفات الداخليه وتجربه الاداء اللي لو حصل واشتريت الريلمي سي 67 هتاخدها منه؟ السي 67 هنا جاي بمعالج من كوالكوم اللي هو السناب دراجون 685 6 نانومتر، بالاضافه لوجوده بنسختين هنا ب 6 و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 و256 جيجا. كمان الموبايل هنا نازل باندرويد 14، ودي حاجه ممتازه مع واجهه ريلمي الاخيره. طبعا المعالج اللي موجود على الريلمي سي 67 دلوقتي ما بقاش معالج جديد ولا حاجه، احنا جربناه في الفتره الاخيره على موبايلات كتير في الفئه السعريه ديت، والاغلى واللي اقل منها كمان. وفي وجود ال6 او ال8 جيجا رام مع واجهه ريلمي الممتازه جدا والسوفت وير اللي بيقدمه الموبايل هنا، اقدر اقول لك انك هتاخد تجربه تقدر تقول عليها ان هي رائعه جدا بالنسبه لاستخداماتك اليوميه على الموبايل. بمعنى ان انت مثلا هتقدر تفتح عليه مواقع التواصل الاجتماعي وكل تطبيقاتك اللي هتستخدمها بشكل يومي واعتيادي على الموبايل بشكل كويس جدا وسلس ومفيش فيه اي مشكله، وهتقدر تتنقل ما بين تطبيقاتك بسهوله. وطبعا اللي بيساعد في كده بشكل كبير هو وجود الريفريش ريت اللي هنتكلم عنه كمان شويه لما نتكلم عن شاشه الموبايل، واللي جاي بالمناسبه هنا ب 90 هرتز. فاقدر اقول لك ان هتاخد مع الموبايل ده تجربه تعتبر رايقه جدا جدا بالنسبه لاستخداماتك اليوميه، المكالمات، مشاهده المحتوى، التنقل بين تطبيقاتك والحاجات اللي بتعملها بشكل يومي واعتيادي. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي اداء الموبايل ده في الالعاب. وطبعا الموبايل هنا هيلعب لك الالعاب اللي زي بابجي وكول اوف ديوتي واسفلت 9 والحاجات اللي بالشكل ده كده، ولكن لو انت بتهتم بالالعاب في المقام الاول وعاوز فريم ريت عالي وعايز جرافيكس عالي، فالموبايل ده مش هيكون مناسب بالنسبه لك. ولكن ده مش معناه ان الموبايل مش هيلعب لك الالعاب ديت بشكل كويس. في تجربتي للموبايل على الالعاب ديت بصراحه اشتغل معايا بشكل كويس جدا. زي ما قلت لك هو مش افضل حاجه من ناحيه الجرافيكس ومن ناحيه اداء الموبايل في الالعاب بشكل عام يعني، ولكن اقدر اقول لك انك هتاخد معاه تجربه سلسه وتقدر تقول عليها ان هي مرضيه لو انت ما كانش الاهتمام الرئيسي عندك على الموبايل هنا انك عايز تاخد العاب بجوده عاليه جدا. النقطه اللي بعد كده بقى وهي شاشه الموبايل اللي بيقدمها الريلمي سي 67. هو جاي هنا بشاشه عملاقه حجمها 6.7 بوصه بدقه فول اتش دي بلس من نوعيه اي بي اس ال سي دي، وكمان هنا زي ما قلت لك ان هي بتدعم ريفريش ريت لحد 90 هرتز، وكمان هنا السطوع بتاع الشاشه بيوصل لحد 800 نتس. طبعا الشاشه اللي بقدمها الموبايل شاشه عملاقه زي ما شفنا 6.7 بوصه، ولو انت حصل وشفت مراجعه الريلمي سي 55 اللي انا كنت عاملها من فتره او حتى جربت الموبايل ده، فاقدر اقول لك ان الشاشه اللي موجوده على السي 67 ديت تعتبر شبهها بشكل كبير جدا. البانل اللي موجوده هنا ديت السطوع بتاعها تحت اشعه الشمس مثلا هتاخد معاه تجربه تعتبر معقوله جدا، ولو انت بتستخدم الموبايل ده في فترات النهار بشكل كبير جدا انا اعتقد ان هو مش
مش هيضايقك استخدامها تحت اشعه الشمس في ضوء النهار. حاجه برضو من الحاجات القويه جدا اللي بتتميز بها الشاشه هنا ان هي طبعا جايه بدقه فول اتش دي، وبالتالي مع الحجم العملاق دوت هتاخد معاها تجربه مشاهده رائعه جدا بالنسبه للناس اللي بتحب تتفرج بقى على الافلام واليوتيوب والحاجات اللي بالشكل ده كده. وطبعا اللي بيخلي تجربه المشاهده ديت ممتازه جدا كمان هنا هي وجود السماعات الستيريو اللي بيقدمها الموبايل هنا، واللي بتشتغل فيها طبعا سماعه المكالمات مع السماعه الرئيسيه، وهتديك تجربه صوت مع مشاهده المحتوى بشكل ممتاز جدا بصراحه. النقطه اللي بعد كده بقى، ودي حاجه من العناصر القويه جدا في الموبايل هنا من ناحيه الارقام وكمان من ناحيه التجربه اللي هتاخدها، وهي الكاميرات اللي بيقدمها الريلمي سي 67. الموبايل هنا جاي بالكاميرا الرئيسيه جايه بدقه 108 ميجا بكسل، بالاضافه كمان ان في سنسور كده هيساعدك في العزل والبورتريه بدقه 2 ميجا بكسل، مع كاميرا اماميه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل. بالنسبه بقى لنتائج الصور اللي خدتها من كاميرا الموبايل الرئيسيه، زي ما انتم شايفين الجو انا مصور في اجواء غائمه كده معظم الوقت، ولكن ده ما منعش بصراحه ان انا اخد من الموبايل ده نتائج تعتبر ممتازه جدا. صور بيكون فيها تفاصيل كتير زي ما انتم شايفين كده، وبتحافظ برضو على الديناميك رينج معظم الوقت، وطبعا بيبان الكلام ده لما بتيجي تعمل كروب للصور كده، بتلاحظ ان الصور ما بتفقدش تفاصيل بشكل كبير، بسبب طبعا ان دقه الكاميرا الرئيسيه هنا جايه بقوه 108 ميجا بكسل، فبالتالي بتديك تفاصيل اكتر نوعا ما. نفس الكلام هنا طبعا بالنسبه لكاميرا الموبايل الاماميه، الصور بيكون فيها تفاصيل كتير زي ما انتم شايفين كده، النتائج بتاعته تعتبر رائعه بصراحه. وبالنسبه للعزل والبورتريه طبعا شغال هنا في كاميرا الموبايل الاماميه عن طريق السوفت وير، فاحيانا هتلاقيه بيظبط معاك واحيانا ثانيه لا، ولكن انا في تجربتي لها زي ما انتم شايفين النتائج بتاعتها تعتبر ممتازه جدا. بطاريه الموبايل بقى جايه بقوه 5000 ملي امبير، وبتدعم شاحن سريع لحد 33 واط، والشاحن بتاع الموبايل موجود معاك في العلبه. والنقطه ديت طبعا انت لازم تحطها في اعتبارك لو انت بتفكر تشتري موبايل في الفئه دي، لان كل موبايلات سامسونج في السعر ده تقريبا هتلاقيهم بدون راس شاحن، وراس الشاحن دلوقتي تكلفه اضافيه على سعر الموبايل. بالنسبه بقى لاداء البطاريه، تجربتي للموبايل بصراحه كان متوسط الى فوق المتوسط دايما، وفي تجربتي ليها كانت شغاله بشكل كويس جدا، واللي بيساعد في كده السوفت وير بتاع ريلمي. واقدر اقول لك ان البطاريه برضو من عناصر القوه اللي موجوده على الموبايل. بالنسبه للسماعات اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم عن الشاشه. الموبايل بيجي فيه سماعات ستيريو، سماعه المكالمات والسماعه الرئيسيه بيشتغلوا مع بعض، وهتديك تجربه صوت جميله جدا. نفس الكلام هنا بالنسبه للشبكات، شبكه الواي فاي شبكه الاتصال شغالين بشكل كويس، وده الجانب العملي اللي انا دايما بصراحه في تجربتي لمعظم موبايلات ريلمي في الفئه ديت باخده دايما في الجانب العملي على كل موبايلاتها بصراحه. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه، وهل انصح بشرائه ولا لا. سعر الموبايل زي ما قلت لك عندنا هنا في السوق المصري غالبا هتلاقيه مش مستقر شويه بسبب الازمه اللي احنا بنمر بيها في الفتره الاخيره. ممكن تلاقيه 9000 شويه، ممكن تلاقيه 8000 شويه، ممكن تلاقيه اغلى، ممكن تلاقيه اقل على حسب النسخه اللي هتشتريها، سواء ب 628 او ب 8 256 جيجا. والموبايل سعره العالمي في حدود 170 دولار، وغالبا في السعوديه برضه هتلاقيه فوق ال 600 ريال. طبعا كقيمه مقابل السعر بالنسبه لسعر الموبايل بالدولار، انا شايف ان بصراحه صفقه تعتبر ممتازه جدا. ولكن عندنا هنا في السوق المصري انت لازم تدوخ شويه عبال ما تحاول تشتري موبايل بسبب الاسعار المتقلبه في الفتره الاخيره، ولكن ده برضو من الموبايلات اللي انا انصحك تشتريها لو هتقرر تشتري موبايل في الفئات السعريه دي. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.